النفس هو أهم شيء بالتمرين. يعني أنا لما يجيني شخص مبتدئ مستحيل أقول له يلا وقف على الجهاز نسوي توازن. ندخل على النادي بدي ألعب وبدي أسوي حالي إني أنا بعرف في كل شيء. نصيحة واحدة بس بحب أحكي لكم إياها، حبي نفسك وصحتك. شوفوا دلالة بس ما تقرأي بصوت عالي لأنه إذا بدكم تعرفوا إيش التحدي بدكم تستنونا في الحلقة القادمة. أشو؟ تحدي توازن وتشغلي 3 عضلات في تمرين. جاهزة للتحدي؟ جاهزة. يلا بينا. هذا هو جهاز البيلاتس. هون في عنا أوزان زي ما أنت شايفة. عنا أخف وزن هو الأصفر، بعدين بيجي الأزرق، بعدين الأحمر، طبعا هدول بنفس الوزن، بعدين الأخضر. أوكي؟ وهون في عنا هدول الحبال اللي احنا بنشتغل فيهم للإجرين، وهذه للإيدين نستعملها لما بدنا نشتغل بإيدينا. وهون المتدرب بنام حسب كيف التمرين بيكون، يا إما نوم يا إما بقعد بشتغل، يا إما زي ما هلا بدنا نسوي التمرين اللي هو توازن، فبدنا نوقف على الجهاز ونشتغل. طبعا لما بدي أتوازن بوقف منيح، بعدين ببلش أشتغل. هي هون أنا عم بشغل في إيدي وإجري، وطبعا البطن الكور شغال. فإحنا عشان هيك أنا بحب أحكي إنه البيلاتس في كل تمارينها تشتغل الكور معها، إن كان اشتغلتي قاعدة أو وإنتي واقفة. بحب احكي لكم اللي شاف هلا التمارين انه انتبه انه بيلاتس اشتغل على كل العضلات، زي كانك انت بتشتغلي في اي نادي. فهون عندنا جهاز واحد بيشتغل على كل العضلات، التراي باي اجرين. ايش ما بيكون هدفك انت رح توصلي له حتى في البيلاتس. يعني ما تستخفي انه والله تقولي هذا ما هو جهاز خفيف انا نايمه، لا بالعكس رح تاخذي نتائج عاليه جدا عليه. فعلا ما كان اشي سهل ابدا وبده قدرة توازن كتير عالية. فيا جماعة لهون احنا بنكون وصلنا لاخر الحلقة. بتمنى انه تكونوا انبسطتوا معنا. وباولا انا جدا بدي اشكرك، كانت حلقة جدا مفيدة وانا شخصيا عرفت كثير معلومات جديدة، وشخصيا على الاغلب انه قريبا اسجل في البيلاتس ان شاء الله. يا جماعة أنا رح أحط لكم صفحة باولا بالديسكربشن تحت، ضيفوها وأي شيء بدكم إياه أكيد تقدروا تسألوها. وبنشوفكم في الحلقة القادمة.
تبلشي دائما في الشركه ايش منتجاتها، ممكن تحطي انت زي عناوين اساسيه هي اللي بتمشي عليها. على ايش تطلعوا؟ دائما اول شيء بنطلع عليه على الشركات الثانيه، لانه انت بتظهريه باجمل صوره، بنفس الوقت بتظهريه بايش اقوى مميزات زي الفيسبوك والانستغرام والتيك توك. ورقنا تعبي